السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهاردة هنعمل زبادي. طبعا احنا حاطين الجزرونة بتاعت اللبن اهي. حاطين اللبن وغليناه، وطبعا انا سايبه يهدى. وطبعا انا مجهز علبة زبادي خميرة، على اساس ان انا افضيها فوق اللبن، بس بعد ما اما يبقى دافي. هنحط علبة الزبادي نقلبها في قلب اللبن، وبعد كده نفضيهم في قلب السلاطين اللي احنا هنعمل فيها الزبادي. تمام. وفي صينية هتبقى فيها هنحط العلب، ويكون دفينا الفرن ربع ساعة، وبعد كده نحط في الصينية دي مية دافية حوالين السلاطين عشان تعمل حمام بخار للزبادي. وتابعوا معانا الفيديو للآخر. طبعا دلوقتي اللبن دفي، واحنا هنبتدي دلوقتي نفضي علبة الزبادي. طبعا احنا قلبناها حلو عشان ما يبقاش فيها تكتلات، وهنبتدي ان احنا نفضيها زي ما انتم شايفين اهو. فضينا علبة الزبادي في اللبن اهو. تمام. وهنبتدي نقلب فيه لحد ما ندوب علبة. طبعا علبة الزبادي دي بايته من امبارح في الثلاجة، احنا حاطينها خميرة يعني. تمام. طبعا دي كوبايه اهي بتاعت الزبادي. قبل ما نحط الزبادي هنحط بقى اللبن اهو، هنفضيه اهو. احنا بنفضي اهو. تمام. طبعا احنا دلوقتي هنفضي الميه اللي هي السخنه عشان نعمل حمام بخار للزبادي. اديكم طبعا شايفين حتى الصاد بتاعها اهو. تمام. طبعا احنا ده طبعا يعني وفر، لان علبه الزبادي بره ب7 جنيه، دي هتكلفك يوم 3 جنيه 75. وطبعا شايفين السلطانيه عامله ازاي. ماشي. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا جبنا كيلو لبن وعملنا بيه 6 سلاطين زبادي، وكنا واخدين علبه من دي قديمه حطيناها مع اللبن واحنا بنغليه، على اساس ان احنا نعمل الزبادي، وعملناه في البيت. وادي الزبادي اهو على الطبيعه اهو. انا بقلب العلبه اهي قلبها قدام منكم اهي قلبها اهي. طبعا الزبادي ماسك نفسه اهو. ده دليل ان ان الزبادي نجح وتمام والف الالف. تمام. طبعا احنا بنعمل بنجيب علبه زي خميره من دي قديمه بايته قبلها بيوم، وبنجيب كيلو اللبن وبنحطه على على البوتاجاز، وبنغليه الاول. وبعد ما بنغليه بنبتدي نسيبه لحد ما يهدى، وابتدي ان احنا تبقى زي دمعة العين كده. وبعدين نحط علبة الزبادي اللي هي الخميرة دي فوق منه، وبنقلبها، نقعد نقلب فيها. وبعد كده بنروح فاضيين اللبن في السلاطين بتاعتنا اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده بنبتدي نحمل فرن 10 دقايق او ربع ساعة، وبنجيب صينية وبنحط السلاطين دي، وبنحط مية حوالين يعني كوبايتين مية سخنة حوالين الزبادي. وبعد كده بنسيبهم حوالي 6 أو 7 ساعات. وبعد كده زي ما انتوا شايفين كده ان الزبادي بيبقى ماسك نفسه اهو، ما اتقلبش اهو. انا ببين اهو ما اتقلبش اهو. شايفين الزبادي ما اتقلبش، الوش ماسك نفسه، وبيبقى صلب، وبيبقى زبادي بيتي معمول في قلب البيت. فانا هغلي لكم اللبن واوريكم اللبن بعد ما اغليه واحط الزبادي واوريه احنا بنعمله في الفرن، وتشوفوا الحاجه على الطبيعه. فاصل ونعود بعد ما نغلي اللبن.